سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفه الامباسادور تاع المحلات. على بالي راح تشوفوا المقادير، راح تستغربوا شويه من المكونات، ولكن صدقوني الطريقه هذه تاع المحلات تجيكم بزاف بنينه وتخدموا حاجه نقيه في الدار ودلكم كميه كبيره. عندي هنا نص لتر تاع الماء، نص لتر تاع الحليب. كيما تقدروا ديروا الماء وحده، يعني نقول لكم وصفه انا كي اختار عند واحد المحل خادمين الكريمه بالماء. عندي 120 غرام نتاع السكر، 110 غرامات نتاع مايزينا. راح نخلطهم مع بعض ونديرهم فوق النار، ونبقى نحرك في الكريمه تاعي حتى تعقد، يعني طريقه كريم باتيسير ولكن بدون بيض. هنا ما درناش كامل البيض، درناها غير بالماء والحليب والمايزينا والسكر. قلت لكم كيما تقدروا ديروها بالحليب وحده ولا بالماء وحده. انا استعملتها لكم نص ماء نص حليب. هنا عندي مغرفه تاع مارغرين، تقدروا تستغنوا على المارغرين ما ديروهاش. وندير لافاني تاعي، نسيت ما ذكرتها لكم شو المقادير. ونخلط كلش مع بعض ونروح ندير الكريمه في سنيوه هكذا، نفرشها، نغطيها بابي فيلم ونخليها تبرد باش ما ديرلكمش هذيك القشره. نغطيوها مليح ونخلوها تبرد. هنا بالنسبه لهذا الناباج عندي كاس سكر وزوج كيسان تاع الماء، نحطهم كامل مع بعض ونديرهم فوق النار. نخلي السيرو تاعنا يغلي حوالي 5 دقائق. ومن بعد في كاس واحد اخر راح نجيب تاني هكذا امبول، ندير فيه الماء. هذا الكاس اللي استعملته تاع 250 غرام، ديرت كاس تاع 250 غرام تاع الماء. راح نزيد له هنايا زوج مغارف نتاع ماكله تاع فلون مذوق الفراز، يعني هذاك السيرو راه يغلي او ميم طون راني نحضر في الخطوه الثانيه. عندي هنا زوج مغارف نتاع ماكله نتاع مايزينا، زوج مغارف تاع ماكله يكونوا معمرين مليح تاع مايزينا. نخلطهم كامل مع بعض. لو طون اللي هذاك السيرو تاعنا راه يغلي هاوليك حوالي 5 دقائق بعد ما جازوا عليه. نفرغ هذاك الماء مع الفلون والمايزينا ونبقى نحرك حتى وين تشوفوا الكريمه تاعكم عقدت. هذا راح يجيكم كيما الناباج، يجيكم بزاف بنين. نديروه في الديسير تاعنا. نخليها تغلي حوالي 2 دقائق هكذاك ونفرغوه في لو بول ونخليه يبرد. وراح نضيف له من بعد لاغوم تاع الفخاز، ونضيف له ثاني ملون باش تجيني حمر شويه زياده. هنا ضفت الملون احمر وضفت ثاني لاغوم تاع الفخاز. نخلط مليح ونخليه يبرد. هنا ضفت الملون تقدروا ديروا بودره، انا استعملت هذا ليكيد بزاف شباب. دونك نخليه يبرد، وكي يبرد راح يعقد، ما راحش يكون هكذا ليكيد بزاف. دونك نغطيه ونخليه يبرد، ولا اشاك فوا تبقاو تحركوا فيه حتى تلقاوه برد. نجيب هذيك الكريمه تاعي بعد ما بردت. هنايا عندي كاس تاع شونتيي، درت له كاس قل ربع تاع الماء. راح نطلعه مليح، الماء تاعنا يكون بارد، لازم يكون بارد بيان باش لا شونتيي تاعكم تطلع حكمه روحها وتجي مليحه في الكريمه. بعد ما طلعت لا شونتيي خليتها هنا على الجهه، ونروح نرجع الكريمه هذيك طيبناها من قبل وبردت، نحطها في لو بول تاع البيترا ونعاود ندربها من جديد حتى تولي لكم ليس. ندرب الكريمه تاعي مليح هاي ليك. بعد ما ضربت الكريمه راح نضيف لها هنا درت لاغوم تاع البنان. كاين اغوم اللي ما فيهش الملون وكاين اللي فيه، ونضيف لها تاني هذيك لا شونتيي. نبقى نضيف بالمغرفه. وانتم شوفوا تحبوا تزيدوا الكريمه تاعكم تجي خفيفه بزاف، تحبوها تجي شويه ثقيله كيما حبيتوا. دونك انا درت لنا الكميه تاع الشونتيي ما كملتهاش كامل، خليت كميه صغيره منها. هاي الكريمه تاعي حصلت عليها كيفاش تجيكم حكمه روحها وتجيكم بنينه وخفيفه. ما تامنوش باللي مخدومه بالماء، لا هذا لا خدمتوها بالماء. هنا عندي هذاك الناباج بعد ما برد، شوفوا كيفاش يحكم روحو يولي كيما لا جولي. نحط كميه في ليفيغين من تحت كامل. وهنا عندي الكاوكاو يكون محمص ومرحي. والفواكه ما يهمش، الفاكهه اللي عندكم ديروها، تحبوا حبابانه نقسموها، تحبوا المهم وقت الفخاز تاني تقدروا ديروا لي طرونش على فخاز. هنا كان عندي بسكوي تاع بسكوي غولي دوق شوكولا، فتتو كامل وراح نشربه بالسيرو. السيرو كما سبق وذكرته في وصفه واحده اخرين. كاس تاع الماء بنص كاس تاع السكر يغليو شويه، نطفيو عليهم وضفت له منكه تاع البنان. انا اكيد ما راحش ندير كاس ماء نص كاس سكر، درت كميه صغيره برك تاع السيرو، ما راحش نسحق بزاف. ندير طبقه تاع الكريمه ومن بعد نضيف طبقه تاع الفاكهه. هنايا كان عندي هذاك الفوغاج تاع لامونغ مع حبه انا قطعته وخلطته كامل، وراح نديره في الوسط هكذا. ونضيف تاني الطبقه تاع هذاك الناباج اللي خدمناه. صراحه دقت انا هذه التحليه عند واحد الحانوت، لقيت الكريمه هذيك شويه شفافه من الفوق، تالمو مخدومه بالماجيه بيضاء، وهذيك لا شونتيي ما تبانش يعني بزاف فيها.
بصح الذوق تاعها عجبني بزاف، بنينه. قعدت نقول هذه الكريمه علاش راهي هكذا يعني شفافه وبنينه. كي جربتها بالماء خرجت لي نفس النتيجه مع اللي شريتها من الحانوت. انا فضلت اني نخدمها بنص حليب نص ماء باش تجيكم بنينه. ضفت هنا هذاك البسكوي، ضفت ثاني سيرو، هذاك سقيته بشويه سيرو، وراح نكمل بالكريمه كما راكم تشوفوا. والتزيين يبقى اختياري. درت هنا نص طرونش تاع كيوي، شويه تاع لافريز، ودرت لها تاني هذاك الكاوكاو المحمص، ودرت لهم الفوق ناباج. شوفوا كيفاش جاو تحليه ولا اروع. تخدموها في البيت، حاجه نقيه لكم كميه كبيره وتعجبكم، تعجب ولادكم ان شاء الله تجربوها. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جدد. سلام.